السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نوجد معكم المربى ديال الفخيز، كيجي زوين واكثر من رائع. طريقة سهلة وبسيطة، كيصلح للحلويات والفطور، كيكات، كيجي زوين. طريقة راها سهلة وما كاين لا تعقيدات لا حتى شي حاجة، وممكن تحتفظوا بهذا المربى هذا سنة كاملة او اكثر. باش تعرفوا الطريقة تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، راه ساهل. وأرجو أن ينال إعجابكم، لا تنسونا من الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو أن تكونوا كلكم بخير. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوجد معكم مربى نتاع الفخيز. هذا الفخيز كان عندي في المجمد، خليته وقلت إلا احتاجيتو للعصير أو لا، ومن بعد قررت أنني ندير به الكونفيتور، حيت سالا لي الكونفيتور ديال الحلوى. ضفت عليه التفاح مزيان في المربى ديال الفخيز. اول مره كنجرب انني ندير فخيز مع تفاح هو في هذا الفيديو اللي سجلت معكم، وفي الحقيقه جا داك الكونفيتور زوين بزاف. الحامض زوين في هذا المربى بحال هكا، علاش كيخلي اللون ديالو زوين، كيبقى داك اللون الحموريه زوين. والفريز اللي ما فيهش الحامض كيجي الكونفيتور ديالو كحل شي شويه، ما كيجيش اللون ديالو زوين. صافي وكنعصر الحامض بحال هكا، وكنكبو عليه هذاك الفخيز مع التفاح ونحطو فوق البوطه. صافي كيبقى واحد المده وكيطلق هذاك الماء بعد ما كيسخن، وكنخليوه يغلي مزيان مزيان. كنغطي عليه ونخليه يطيب على خاطرو، وما كيحتاجش طيب بزاف. انا حليت عليه لقيتو راه كيغلي، انا غير غطيتو بالغطايه ماشي سديت عليه، غير حطيتها باش يبقى مغطي وصافي. صافي دابا راه طبخ مزيان وغنضيف السكر. انا درت هنا السكر ماشي سنيده، كان عندي السكر متوفر، ما كنكثرش انا السكر. داكشي اللي بقى في طاسه السكر حتى هو خويتو، ماشي بزاف. نتوما اللي غتعمروا به جوج براد كبار صافي. صافي طفيت عليه، ورا داك السكر غادي يذوب مع ديك الحراره، ونغطي عليه وكنخليه يبات ليله كامله، وفي الصباح ان شاء الله عاد كنكمل الطياب. لا غد ليه في الصباح انا حليت عليه، شفتوا اللون كيولي واحد اللون غزال. وعاوتاني كنشعل عليه البوطه ونخليه يعاود يطيب. صافي السكر كيكون داب، وملي دقتو جاني المذاق ديالو هو هذاك. دابا الفريز راه بدا كيطبخ، اللهم اجرنا من النار. دائما التحرك من الاحسن كيكون بمعلقه ديال الخشب. كنحيدو هاد الرغوه اللي كتكون في الكونفيتور، كنديروه في شي اناء وحده.
كيتباعو كاع هاد الرغبه كنحيدهم. هو كنحيدو غير على حساب المنظر في القرعه. الكونفيتير فاش كتكون مصاوبه باش كتجي ليه قرعه زوينه، كيجي اللون موحد. اللي كيبغي كونفيتور قاصح كيخليه يطبخ 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 حتى يختار. حنا درنا معاه شويه ديال التفاح باش يختار شي شويه، وكتخليو غير هكا بلا ما طحنوها. اما انا ولادي ما كيبغيوش الطروفه، واصلا انا باغاها الحلوه، يعني غادي نطحنو. انا ما كثرتش السكر حيت باغا ديك الحموضه ديال الفريز باش كيجي بحال الفرomboise. ملي كتكثروا فيه الحلاوه ما كيبقاش كاع المذاق الفريز، كيبقى غير المذاق السكر. انا ما كيعجبنيش السكر بزاف. صاب انا غير بهاد الضرب هذا. صافي انا طحنته مزيان كما قلت لكم، لحقاش باغيه على حساب الحلوه. كيجي زوين في الكيكات وفي الصابلي، الحلوه اللي كتلصق كيجي زوين. الا بغيتو نصاوب معكم انواع اخرى ديال المربى قولوا لي في التعاليق. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد، وما تبخلوش علينا بلايك باش نكبروا القناه ان شاء الله. دابا واخا كيبان القوام ديالو بحال هكا، ورا ملي كيبرد كيقصح، خصوش يبقى يطيب بلا قياس. اما تجمعات شي رغوه كنحيدوه، كيجي اللون ديالو زوين. تبعوا معايا الحيله حتى لاخر الفيديو، غادي يجيكم كونفيتور بحال فرomboise. كناخذوا القرعه اللي كنكونوا غسلناها وعقمناها كنحطوها في الطبسيل باش ما يتحرقوش. كنعمروا الكونفيتور كيكون كيطبخ، ماشي حتى تطيب البوطه، هو كيغلي. بسم الله. كنسدوها والطيه ديال القزدير من الاحسن، كنزيرو عليها مزيان. ديري على حرجتك. الكونفيتور اللي باقي عندي هنايا غادي نزيد عليه المربى ديال التفاح صوبه. بغيت نوريكم الطريقه باش تصاوبوا الكونفيتور ديال التفاح، كيجي زوين واللون ديالو غزال والمذاق رائع. غادي نزيد على هذا الكونفيتور ديال الفريز. ملي كنضيفوا كونفيتور ديال التفاح كيتفتح اللون ديال المربى، كيولي كيشبه لون الفرomboise. وعندي قرعه اخرى من المربى ديال الفرomboise حتى هو مصاوب منزلي، غادي نزيدو عليه. اللي وصل معايا في الفيديو حتى لهنا وشاف هاد الحيله هذه ديال الفرomboise يقولها لي في التعاليق. كنعاود نضربو هنا مزيان بالضرب الكهربائي، حيت هذاك الفرomboise اللي مصاوباه مخليه بالحبيبات ديالو باش كيجي المذاق ديالو باين في الكونفيتور. انا ولادي ملي ذاقوا الكونفيتور قالوا لي قلتي غادي تخلي الحلوه على حساب فرomboise الاول، صحابهم غير فرomboise.
خاتر مع التفاح زاد اختر. هذا كيصلح للكيكات وكيصلح للحلويات. بالنسبه للحلوى الا كنا غنلصقو به ولا شي حاجه كيخصنا نخففوه حيت هذا خاتر. غنخليوه عاوتاني حتى يطبخ ونعمرو في القرايه. ملي كنرصاوش يتحرك هي اهم حاجه. بعد ما يطبخ ونرجع لكم. دابا من بعد ما طبخ عاوتاني كنعاوتاني نحيدو الرغوه اللي كاينه. خصكم تقابلوا في التحرك بزاف لحقاش الكونفيتور ملي كيتطحن كيختار كيولي كيلصق دغيا. غادي يلصق دغيا مع السكر. غير جربوه كيجي زوين بزاف. وغناخدو قرعه اخرى عاوتاني ونعملوها. انا غندير لها غير طيط البلاستيك. زيروها مزيان. جاوني هاد القراعين هي نساليت هاد الكميه اللي عندي. يلا نطيوها. عاد زيار طبيعة الحال بلا ما نشخمط شي حاجه اخرى. كنكبو الماء. ما بارد. مره كتبقاو تسمعوا القرايه كيديروا طق طق كيبقاو تمسوا الغطايات ديالهم. الغطايه اللي تمسات راها مزيان. وحتى هذه البلاستيك هذه راني شفتها من دابا راه دارت اصلا حفره يعني كتكون دخلت من الداخل يعني راها تصبر. وهادو خلاص راه كيبقاو عامين ما كيطرا حتى شي حاجه. ملي تبغيو تبداو تخدموا بشي قرعه بداو بهادو اللي فيهم بلاصه اللي غطيتهم ديال البلاستيك. وهكذا كنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. نتمنى انه نال الاعجاب ديالكم وتجربوه وراه كيجي زوين بالصحه والراحه.